الصحفي حميد المهداوي. حميد المهداوي الذي تم تقديمه على أساس أن من أجل التحريض في احتجاجات الحسيمة، وأدين ب3 أشهر، وبعدها تم ترحيله إلى مدينة الدار البيضاء من أجل مكالمة هاتفية مشبوهة، على أساس أن المتصل أشعره وأخبره بأنه سيعمل على إدخال دبابة روسية إلى المغرب. هذه حتى تقولها حتى الأطفال ديال 6 سنين. هذاك الشيء ديال جريندايزر. واش هذه القضية ما سمعتهاش؟ واش هذه القضية ديال حميد المهداوي ما سمعتهاش؟ هو بلغ، حميد المهداوي بلغ على مجموعة من الجرائم، وكان يبلغ عن طريق الفيديو بصوت وصورة، وما كانش يتكلم هكاك، كان يتكلم بحجج وأدلة، وحتى واحد ما سمع له، وحتى واحد ما فتح تحقيق في القضايا اللي تكلم فيهم، تكلم كثار في قضايا كثار. وهذه القضية هذه لنفترض أن حميد المهداوي مشى للشرطة القضائية وبلغ، واش غادي يديروا له؟ إذا داروا معاه غادي يديروا معاه إهانة الضابطة القضائية وإدلاء بيانات كاذبة، ويقدموا الأحكام، ولا أوكازيون بالنسبة للتكتل الفاسد الذي أفسدهم، الذي أزعجهم. الخط التحريري ديال حميد المهداوي غادي يقول لك لا الناس شويه ما بقاش هو هذاك مزيان، واوكازيون يديو للسبيطار ديال الحومه ويبيكيوه. خطاب القضيه اللي خلقوها المهداوي فيها إشارة قوية على أن التكتل الفاسد يقول نديروا اللي بغينا ما دام في جميع الأجهزة في يدنا. هذا هو المعنى ديالها. وقضية المهداوي هي محاولة لتجريد المهداوي وإخراجه من جبة الصحفي الحقوقي وتقديمه للمغاربة على أساس أنه مجرم باش يفتقد المصداقية. وبالعكس المهداوي بهالطريقة وبالدبابة الروسية راه المغاربة حتى اللي ما كانش تايق ولا شك فيه عرف بأن المهداوي كان على حق وأن الكلام ديالو كان صحيح. والمهداوي كان دائما يتكلم ويقول في إطار التواريخ، وكان بمعنى أن الأجهزة الأمنية والتكتل الفاسد ما تايقينش في الهضرة ديالو، وهو كلا العصا لوطون فاش بقى يتكلم على الثروة. وسبقوا كلا اللي يتكلموا على الثروة قبل منه بوكر الجامعي وكلا علي مرابط وكلا العصا رشيد نيني وموقع العالي أنوزلا، وآخر نعش آخر مسمار سيدق في نعش الصحافة هو حميد المهداوي. ولكن ما تخافوش، حميد المهداوي عنده جمهور ديالو، عنده شعبية ديالو. وهاد الناس اللي خطوا لهذا العباقرة اللي خطوا لهذه الجريمة تراجعوا أحسن لكم، لأن المغاربة صافي فاقوا، تراجع. والله نصيحة من المواطن المغربي أو من المواطن يحب المغرب، تراجع. الناس صافي عيات. وأنا كنوجه الرسالة ديالي للعائلة ديالو الصغيرة والكبيرة، نقول لهم الحمد لله، لأن احتمالية ديال التصفية الجسدية ديال المهداوي كانت واردة، مادام أنهم مخزن ما شدوش الناس اللي هدوه في الفيديو عبر الفيديو، ما شدوهمش، وتعني احتمالية ديال التصفية الجسدية كانت واردة. وخصهم الحمد لله والديه والزوجة ديالو والأبناء ديالو الحمد لله وجميع المتتبعين ديالو، لأن المهداوي أزعجهم بخطه التحرير. حميد المهداوي عاكس خطابات الحكومة ووسائل الإعلام الرسمية. خطاب المهداوي أفسد راحة التكتل الفاسد، باش تفهموا. وهنا غادي نقول